لماذا غطى ميسي كل الوشم الذي كان على ساقه؟ لفترة طويلة لم يكن ليو مهتما بالوشوم، لدرجة أنه حتى عام 2014 لم يكن لديه أي وشم، وكان قد حقق مسيرة حافلة في ذلك الوقت، حيث حصل على 4 كرة ذهبية وأصبح معبود جماهير برشلونة. لكن بعد أن بدأ باللعب وتمرير الكرة لنيمار، يقال إن الأخير قال له: هيا يا ليو لنحصل على وشم. ومن هنا تغير كل شيء. ظهر ميسي فجأة بذراع مغطاة بالوشوم، وكأن ذلك لم يكن كافيا، بدأ أيضا بصبغ شعره. لقد تمكن نيمار من التأثير عليه بطريقة لم يستطع حتى رونالدينيو فعلها. البعض يعتقد أن نيمار كان له تأثير سلبي، لكنه في المقابل كان أشبه بمدرب غير مباشر، حيث دفع ميسي لتجربة أمور جديدة. لاحقا حصل ميسي على وشم في ساقه كان يضم يد أحد أبنائه ورقم 10 الذي يزين قميصه، لكن فيما بعد قرر تغطية الوشم بالكامل تقريبا بالحبر الأسود. والأسوأ من ذلك أن هذا القرار لم يرضي أحدا. حتى اليوم لم يرغب ميسي في الحديث عن السبب، ليبقى الأمر سرا غامضا.